وحشتوني، جاهزين لوصفة النهاردة؟ هنعمل حاجة حلوة قوي وسهلة وبسيطة وشكلها فخم قوي قوي قوي، مع انها ما بتاخدش 10 دقايق 10 دقايق. تعالوا شوفوا طريقتنا الحلوة الجميلة. كنت عايزة اقول لكم حسيت بعندي هبوط، عايزة حاجة سويت وتكون سريعة وما تاخدش مني وقت، في نفس الوقت ما تكونش مكلفة، واقدر اعملها بكل سهولة وتبقى بكمية كبيرة زي ما انتوا شايفين. هنعمل مع بعض أجمل 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 وأجمل الفطاير الحلوة المحشية، وهنستخدم عمك تفاح. هنعمل التفاح النهاردة بطريقة حلوة قوي. هنستخدم أي نوع من التفاح المتواجد. التفاح ده بقاله فترة في التلاجة، قلت استخدمه قبل ما يبوظ. وكويس ان انا مش هقشره، لان النوع ده من التفاح القشره بتاعته بتبقى ضعيفه قوي، فمش محتاج ان انا اقشره. مجرد ان اقطعه بالشكل ده واقطعه قطع صغيره عشان اقدر استخدمه في الحشوه. بالظبط كده، انها هقطعه شرايح بالشكل ده، وبعدين هروح موديه على الاتجاه التاني اقطعه قطع صغيره، وبكده يكون جاهز معايا وما ياخدش وقت مني خالص. عايزه اقول يا جماعه ما تنسوش تتابعوني على قناتي التانية، ولو عجبكم الفيديو ده او الوصفه دي حطوا لايك. طبعا بحب اكد على الموجودين معايا واقول لهم شكرا شكرا على تشجيعكم ليا. بعد ما قطعنا كل التفاح بالشكل الحلو قوي ده، هروح احطاه في حله بقى في اي حاجه، لاني هوديه على البوتاجاز. تاكدي بس انك شلت البذور منه، تمام، لاني انا ما قطعتش القلب بتاعه لان هو كله ناعم من بره ومن جوه. هستخدم السكر. التفاح ده بتهيألي حوالي كيلو، وهستخدم السكر اختياري. انا استخدمت كوب واحد من السكر، استخدمت واحده بس من الزهر دي، مش عارفه بالعربي اسمها ايه الحقيقه. التانية، وهستخدم عود اللي هو القرفة، وهستخدم برضو القرفة اللي هي البودر عشان بيبقى طعمها أقوى لأنها مطحونة غير العيدان. واروح مقلبة كل ده واوديه على البوتاجاز بدون ما اضيف عليه اي حاجة، لا هضيف زبدة ولا هضيف ميه ولا اي حاجه. هحطه على نار متوسطه عشان مش عايزاه يعمل كراميل. هلاقي التفاح نزل كل السوائل بتاعته. ما تعرفيش ازاي عمل كل السوائل دي، انا عن نفسي اتفاجئت. انا قلت هينزل يعني 3 4 معالق كده وبعد كده هيستوي، لقيته نزل الكميه الرهيبه دي. وهسيبه وهو على نار متوسطة، هياخد مني حوالي 10 دقايق أو 12 دقيقة بالكتير لحد ما الاقيه بالشكل ده. أول ما الاقي في الآخر كده بتاع معلقتين 3 من اللي هو العصير بتاعه، أعرف إن هو خلاص استوى. لو سبته أكتر من كده هيمرر أو يعمل كراميل، وأنا مش عايزة ده. وهبتدي بقى هنا افضيه او اقدمه في حاجة تانية عشان يبقى سهل عليا ان انا احشي بيها. استخدم عمك جلاش، اي ورق جلاش عندك استخدميه، او ممكن تعجنيه على ايدك زي ما يعجبك. انا كنت بعمل شوبينج وجبت لفتين كده، قلت ارميهم جوه التلاجة جاست ان كيس. وهعمل طبقة من التفاح هحطها على الحرف من فوق، واروح موزعها هنا بقى شوية من القرفة، وبرده هروح يعني عاملة تاتش بسيط قوي من العسل، لاني انا مش هعمل سيرب، هستخدم العسل بس، ما فيش سيرب هعمله يا جماعة. عشان كده بقول لكم الوصفة حلوة قوي. الناس بقى اللي تقولي ممكن ما استخدمش سكر وحطي مكان السكر عسل جوه التفاحة، اقول لك اعملي كده. انا على نفسي قلت ما دام استخدمت العسل ما كنتش ضفت اللي هو السكر جوه التفاح. بس يلا بقى مش مشكله، خلوها في وصفه تانية. واروح لفاه بالشكل اللي انتوا شايفينه رول. انا استخدمت ورقتين 2 بس من الجلاش، دهنتهم زبده بشكل او سمن بشكل اللي انتوا شفتوه. وجبت اي صينيه من الصواني اللي هي الفويل دي وحطيتها عشان للاستخدام لمره واحده، عشان يعني بعد ما اعملها كده اروح ارميها واخلص منها، ولا اغسل ولا انضف. انا خلاص بقيت ست ليزي. واروح موزعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه بشكل دائري. الشكل ده عايزه اقول لكم ان هي اول ما بتدخل الفرن بتتنفخ، يعني بتلاقيها كده كانه زي المخبوزات ارتفعت. فسيبوا شويه سبيس ما بين الواحده والتانيه عشان يعني تبقى يبقى شكلها حلو وهي بتستوي. في كل طبقة حطيت الزبدة، ورشيت في الطبقة كلها اللي هو قولوا معايا العسل مع القرفة مع التفاح اللي احنا عملناه. وهبتدي اظبط عشان يدي شكل كويس لحد ما اعمل اللفة كلها. انا استخدمت اللفة كلها، ادتني الكمية دي، ادتني الكمية كلها. بعد ما استوت حقيقي حسيت لي ان هي كتير جدا، كتير عليا. يعني بفكر ادي حد من صحابي جزء منها، يعني اديله واحد رول كده، لاني تبارك الله يقعد معايا فتره طويله. فالافضل ان حد ياكل معايا وهي فريش، يعني عشان يعني اخد دعوه حلوه كده.
في النهاية هادهن الوش والجناب زبدة، لاني انا مش دهن جامد بقى، ما بياخدش حقيقي، واروح عاملة كده يعني ايه حركة زيادة. هجيب اي نوع مكسرات، استخدمت اللوز اللي هو اسمه ايه المبشور المبشور واتيفر، والله ما اعرفش، يعني اللي هو المهم المقشرين وده يعني. ودخلتها الفرن على درجة حرارة 200، بتقعد حوالي تلت ساعة و25 دقيقة. ما خليتش اللون بتاعها يحمر اكتر من كده، كنت حابة اللون ده قوي. في ناس تحب تخليه اللون اللي هو الذهبي الجامد قوي او البني، انتوا احرار. عايزه اقول لكم اللي حمرتوه قوي تاني بيدي مرارة كده، يعني بيمرر، ما احبهوش يعني. انا حابة ان هو يكون اللون الحلو ده مع طعم التفاح. التفاح عامل زي ايه، زي الزبدة، هو ده ناعم قوي قوي، حلو قوي. الاطفال تقدروا تستخدموا الطريقه دي وما تضيفوش السكر، وحطوا عسل مكانها وسووها للاطفال. حطيها ببطرمانات كده اديها لهم، هتبقى حلوه وخفيفه وجميله قوي قوي. ولا تسلقي ولا تعملي، هي 10 دقايق يكون استوى. بصوا شكلها عامل ازاي. عايزه اقول ان انا اكلت واديت لابو علي، قال لي يعني انا اكل كنت شغال وسمك وحركات، فكان قال لي انا فول، يعني قلت فول ولا طعميه مش مشكله طبعا، انا بعمل جوكس. فانا خدت الطبق بتاعي، وهو بقى لقيته جاي ورايا في طبقي بتاعي بياكل منه. يعني مفيش فايدة يعني والله. عايزة اقول اعملوها، هتحسسك يعني بطاقة رهيبة يا هايبر. حقيقي طاقة مفيش بعد كده، سريعة بسيطة، مفيش أي حاجة. تقدري تستبدلي حشوة التفاح بأي حاجة، ممكن الموز، ممكن أي نوع من الفواكه. انجوي يا جماعة. ما تنسوش تتابعوني، هسيب اللينك بتاع القناة بتاعتي في صندوق الوصف. ولو عجبكم الوصفة بتاعتي السهلة البسيطة الخفيفة قوي دي، حطوا لايك. والأهم من ده دعوة حلوة بستناها منكم. عايزة أقول خفيفة جميلة لذيذة، القرفة حلوة قوي، عاملة مجهود يعني جواها ايه ما حصلش.